بغيتك تقول لي شنو وقع بينك وبين سي بنكيرة. تبارك الله عليك. من الاخر. لا هو ما يحدث الآن وما هو حاصل على الساحة السياسية وخصوصا بين الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي حزب الاستقلال العدالة والتنمية. هذا شيء أعتبره صحي، لأن اليوم بعد مرور سنة لابد أن يكون هناك نقد ذاتي حول الأداء الحكومي، التجربة الجديدة، لأن الشعب المغربي اليوم عنده انتظارات كثيرة وكبيرة جدا. إذا مسؤوليتي كأمين عام جديد لحزب الاستقلال من بعد ما عشنا واحد المرحلة تاريخية في المؤتمر السادس عشر عن طريق الديمقراطية الداخلية اللي سنعتبرها أساسية داخل كل الأحزاب السياسية، لأن بدون إصلاحات داخل الأحزاب السياسية لا يمكن أن تنجح هذه الإصلاحات السياسية التي يقودها الملك إلى جانب الشعب المغربي. إذا اليوم احنا في واحد المرحلة ديال نقد ذاتي حقيقي، منطلق اولا تجربه ديال سنه، اخفاقات، النجاحات، هناك نجاحات وهناك اخفاقات. اذا حزب الاستقلال يريد حكومه قويه، القرار السياسي هو السائد داخلها بحكم انها حكومه سياسيه وليست تكنوقراطيه. القرار السياسي الاجتماعي الثقافي اللي عنده دوره الاساسي في اولا تنزيل الدستور، هذه مساله اساسيه. ثانيا في تنفيذ برامجنا الانتخابيه اللي على اثرها صوت الشعب المغربي لفائده حزب العداله والتنميه وحزب الاستقلال والاحزاب المكونه للتحالف الحكومي. اذا نرى ان اليوم باش تبقى مصداقيتنا كمسؤولين سياسيين مع الشعب المغربي علينا بتعديل حكومي حقيقي، يكون واحد البرنامج فيه اولويات، فيه كذلك بالاجالات، يعني المشروع الفلاني ماذا سيبدا ومتى سينتهي، لان الحكومه مدتها هي 5 سنوات. اذا هذه ال5 سنوات، السنه الاولى نرى ان هناك بطء في الاداء، ما كاين الا الزياده في الاسعار، ما كاينش هناك زياده في القوه الشرائيه للمواطنين لا من ناحيه الصحه ولا التعليم ولا السكن. اذا بغينا تحسين الوضعيه ديال الشعب المغربي عن طريق حكومه شعبيه بامتياز. هذه التجربه اذا نجحت سينجح الشعب المغربي والملك في هذه الاصلاحات، واذا فشلت لا قدر الله ستكون العواقب وخيمه. من هذا المنطلق انا تنعمل واحد النقد ذاتي كحزب داخل التحالف الحكومي من اجل تقويه الاداء ومن اجل تحقيق المطالب